السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور ناس سعيد وكارت أحمر. يعني أنا معلش اعذروني عشان أنا في حالة يرثى لها. إيه الماتش ده؟ لا بجد، يعني بجد إيه الماتش ده؟ والله العظيم إحنا ماشيين بالعلاج. إحنا والله العظيم 3. إحنا يعني ربنا اللي عالم بينا. أنا اتفرجت على الماتش ده إزاي؟ الأهلي النهاردة ما لعبش ماتش. الأهلي النهاردة لعب بينا. في ايه؟ ليه كده؟ طيب يعني ليه؟ ما كانت الدنيا ماشيه زي الفل وخلاص تخطينا الدقيقه 70 75 والدنيا خلاص، الماتش خلاص والبطوله خلاص والدنيا خلاص. يجي كده هو فيوتشر في رومنتادا. ليه؟ طب ليه احنا نقعد يعني تشد اعصابنا بالطريقه دي؟ انت ما شاء الله ما ينفعش اصلا فرقه مصريه، مع احترام الفرقه المصريه، تيجي قدام الاهلي في نهائيات والاهلي يتغلب. دي احنا مش واخدين عليها. ليه نقعد 120 دقيقه نتفرج على ماتش؟ طب انتوا قادرين تلعبوا ال 120 دقيقه؟ حرام والله اللي حصل فينا النهارده، ده حرام. مبروك للاهلي وجماهيره الكاس والاهلي. يعني هي باينها فتحت، هي كده باينها خلاص سالكه ومشيت. يعني ما شاء الله لسه بطولتين في اسبوع. ايه الجمال ده؟ ده احنا باين لنا كده هنشوف موسم هنا. الف مبروك للاهلي وجماهير الاهلي اللي نشفت رقنا النهارده. بس يعني انا الحاجه اللي بسطاني انك انت لما تكون بتلعب في دوله عربيه تمام او خارج ارضك، بطوله يعني معمول لها بصراحه شغل حلو قوي ومعمول لها استعدادات كويسه قوي. فعلا ما ينفعش كده يخلص 2-0. لا، لازم الماتش يبقى فيه مد وجذب، ولازم كده يبان يعني ان احنا الفرق بتاعتنا قويه ومتوشه كده. لازم يكون فيها وجع قلب للامانه. يعني الواحد قلبه وجعه فعلا، بس لازم برضو نشوف الحاجات المميزه في الموضوع. النهارده كان في عرس رياضي ماراثون، مش مجرد مباراه عاديه. فيوتشر النهارده كاد انه يقلب الطاوله على النادي الاهلي، وكان ممكن جدا يعكنن على اللي خلفونا بسبب خطأ مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم. الجون الثاني انا ما اقدرش اسال فيه مصطفى شوبير، لكن الجون الاولاني كان رجوع الكوره من عبد المنعم لمصطفى شوبير، ده كان خطأ. مشكله مصطفى شوبير على فكره خامه كويسه جدا ويجي منه جدا، بس مشكلته اتحط في ماتش كبير وهو ما بيلعبش. فالواد النهارده خلاص، انا حسيت بعد الجون التاني خلاص مش عارف يمينه ومين شماله. حتى كان بيشوط الكور بالمسطره تتسلم لعيبه الاهلي، خلاص ما عادش عارف يعمل ايه. كنت خايفه من ان فيوتشر يتقدم. قلنا قبل كده وهنقول تاني، الاهلي من كاس العالم وهو حاجه تانية. لا تانية ايه؟ ده تانية وتالتة وعشرة للامانه. مجهود خرافي. انا لعبه وقعت خلاص. المشكله ان كولر خلاص تقريبا شبه ضمن المباراه وبدا في التغييرات وغير كهربا وعمل خلاص ظبط اموره على ان المباراه ونزل موديست والدنيا خلاص بقى الماتش بتاعنا. انا كنت حاسه ان كهربا هيجرى له حاجه، يعني اللي هو عايز يقول حكم ينفع طيب اخر تبديل ده انزل انا تاني؟ بجد اقسم بالله اللعيبه اللي خرجت كانت هتموت بره. حسين الشحات النهارده كان متألق. وعشان نكون منصفين، الاهلي ملك النهائيات، دي حاجه مفروغ منها، وملك البطولات. الاهلي كبير يعني ده حاجه احنا قاعدين اهو قلبنا هيقف، بس متاكدين ان احنا هناخد المباراه وهناخد البطوله على كل المستويات. الاهلي كبير محلي في افريقيا، مش عاتق، عالميا واخد برونزيه والحمد لله تمام. الكل بيعمل للاهلي الف حساب. يا ساده، الاهلي بطل السوبر المصري للمره ال14 في تاريخه.
الاهلي بطل السوبر بنظامه الجديد باداء مشرف، مباراة فعلا تليق باسم الكورة المصرية. الاهلي النهاردة عمل شوط اول ولا اجمل من كده. الفولت العالي كهربا صنع وسجل هدف. حسين النهارده انا شايفه حسين تعبان، مجهوده قليل، بس هي دي جوان حسين اللي متعودين عليها. يعني الجون ده احنا شفناه قبل كده لحسين كذا مره. النهارده عمل مجهود فعلا كبير وسجل هدف من طبعا اهدافه اللي احنا كلنا متعودين عليها، باسست ولا اجمل ولا اروع من كده من كهربا. معلول بيبدع النهارده. معلول النهارده يا جماعه والله العظيم الراجل ده يروح ينام 3 ايام، محدش يقول له انت بتعمل ايه ولا عايزين منك حاجه. بجد معلول النهارده يعني ابداع فوق الوصف، ما شاء الله عليه، الله اكبر. ده مش لعيب مفروض يعتزل، ده لعيب عنده دافع كده، لعيب ناشئ جواه كده طموح لعيب ناشئ. النهارده معلول بيعمل اسيست عالمي لكهربا. امام كالعاده، امام اللي احنا متعودين عليه انه متألق. النهارده امام يعني تفوق على نفسه. كل اللعيبه النهارده مجهود كبير ومجهود خرافي الا بيرسي اللي من بدايه الموسم زي الزفت. ده حاجه، هو النهارده كان الأسوأ، ضيع فرص بالجمله. الفرص دي كانت كفيله يعني ما تخليناش نلعب اشواط اضافيه حتى لو كان دخل فينا جونين. وكان بسببه النهارده كان ممكن فيوتشر يعاقب الاهلي وجماهيره اشد العقاب بسبب الفرص اللي ضيعها. ولكن الاهلي هيبقى الاهلي وهيفضل الاهلي ملك الدقيقه 90 والدقيقه 120. ماتش حرق اعصاب، بس هنقول ايه؟ الحمد لله. مودست، انت نازل وانا بقول يا رب تجيب جول، وجبت جول وعملت اسيست للجول التاني لكريم ولا اروع من كده. انت بجد يعني انا حاسه ان هيجي منك والله العظيم. يعني هو اول ما قالوا الكوره احتمال فيها تسلل قلت له انت حظ سيء راكبك، والحمد لله ما طلعش فيها تسلل والجول اتحسب. واللي انا شايفاه ان هو من بعد بقى ما كده في اخر الدقايق بقى بعد ما عمل الجول ودخل جول، حسيته انه بقى يبدا يشارك من قدام، ما بيفضلش واقف بس في 18. يعني يا جماعه والله محتاج ثقه، والله جاي، والله خامته حلوه، وعلى فكره لمساته حلوه، بس هو يعني ان شاء الله جاي. اجمل بقى ما في المباراه النهارده على الاطلاق جماهير الاهلي. ده مش في المباراه دي بس، احنا رحنا السعوديه لقينا الجماهير كومبليت، رحنا الامارات الجماهير كومبليت، الجماهير اللي بتآزر وبتساند بعد ريمونتادا وخيبه امل، بتصحصح في اللعيبه وواقفه في ظهر الفرقه. وايه الجمال ده؟ ايه الجماهير دي؟ هو الاهلي ليه جماهير في كل حته؟ ما هو مش معقول كل دول مصريين بس يا جماعه، ده الاهلي عالمي. الاهلي ليه جماهير في كل حته، جماهير ما تستاهلش انها تتنكد، جماهير ما تستاهلش غير انها تفرح. مبروك الاهلي وجماهير الاهلي اللي دايما مفرحنا. وهفكرك انت اكبر واكتر جمهور بيفرح، واكتر جمهور في مصر جمهور الاهلي، لا في الوطن العربي، ده في افريقيا يا عم. في ايه؟ الاهلي وجماهيره اكبر من اي حد ومن اي حاجه، وجماهير تشرف وتستاهل انها تفرح. النهارده سيراميكا نكد عليا. بالمناسبه مباراه الاهلي وسيراميكا كانت اصعب كتير من المباراه بتاعت النهارده. سيراميكا
افضل من فيوتشر للامانه. اتصدمت لما النهارده سيراميكا يتغلب وياخد مركز رابع. كان نفسي يكسب، اصل في احصائيه مش هنلحق نقولها في ثانيه الا ثانيه، ان الميداليه اللي خدها بيراميدز دي اول ميداليه في تاريخه بعد كل الصرف ده. كان نفسي ما ياخدهاش. وللامانه سيراميكا فرقه كانت تستاهل، بس انا مش عارفه ايه الاداء ده. يعني سيراميكا كانت لعبه ماتش قدام الاهلي، ماتش كبير، فرقه قويه منظمه، وكانت النهارده يعني النهارده كان في كميه، هو فرط في الفوز. سيراميكا النهارده فرط في الفوز. يعني لعيبه سيراميكا بجد النهارده خلت كابتن ايمن رمادي يلطم. والله الراجل لطم على وشه من غرابه الفرص السهله اللي ضاعت بشكل غريب وعجيب. حاجه كده انت صعب تشوفها في الاحلام، مش في الواقع وفي الحقيقه. النهارده كان عجائب وطرائف. يعني انا مش عارفه انت بتعمل ايه. يعني انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ الجول النهارده كان فاضي، والله العظيم كان فاضي. يعني صعب العقل يستوعب اللي احمد ياسر عمله النهارده، الفرصه اللي ضاعت منه النهارده. يعني احمد ياسر دخل التاريخ من اوسع ابوابه، والله ما هتتنسى. يعني انا بيتهيألي كل جماهير مصر بحالها، كل الفرق مش هتنسى الجول ده. يا نهار اسوح يا جدعان، ده انت كان ممكن تخلص الماتش مرتاح، ولا ضربات جزاء ولا وجع قلب. ومش احمد ريان بس اللي ضايع، ده انت عندك يعني بدون مبالغه سيراميكا النهارده والله العظيم كان ممكن يخلص الماتش بسكور عالي 5-6 بجد. والله بيراميدز اصلا ما كانش ليها وجود النهارده، ما حضرتش. بيراميدز النهارده ما اتحسنتش غير في الشوط الثاني. انت كنت ممكن تخلص الشوط الاولاني وتخلص الماتش كله. ولكن سيراميكا بالرغم ان هو كان الافضل في كل شيء، في اداء واستحواذ وتجانس، لكن سيراميكا عمل كل شيء النهارده الا المكسب عشان يدفع ثمن اغرب واعجب فرصه. والله انا مش قادره بصراحه انساها، ممكن تشوفها في حياتك. يعني الجول والمدافع عندك دخلوا في بعض وسابوا لك الجول فاضي. يا عم انت مكسح مش عارف تشوط، انقلها كده وخش بيها جوه الجون. انا مش يعني انت عايز ايه تاني عشان تدخل جون؟ انت عايز ايه تاني؟ الجون كبير حضرتك، مش مساحته صغيره. يعني انت ممكن انت وهو تخشوا جوه الجون. فرصه عجيبه الشكل والغرابه وانا بحمد ربنا والله العظيم 3. سيراميكا ده لو كان ليه جمهور كان جلطوا النهارده. من اللي احنا جماهير اهلي اتجلطنا من المنظر بصراحه. وطبعا معروفه مبدأ في عالم كرة القدم ان اللي يضيع يستقبل، وانت حضرتك ضيعت فرص بالجملة. وعشان كده سيراميكا يستاهل الهزيمة وبجدارة. انا مش زعلانة والله عشان نتيجة المباراة، لا بيراميدز فارق معايا قد كده ولا سيراميكا، بس يعني معقول بجد اللي الواحد شافه النهارده. معقول ان مصر اللي فيها اكتر من 100 مليون بني ادم ما فيهاش بني ادم واحد ينفع مهاجم يوحد ربنا؟ يعني اصل بصراحه والله مشكله المهاجمين دي بقت يعني مشكله عامه في كل الفرق. فانا والله مش عارفه، فلنا الله، احنا لنا الله. وفي نهايه الفيديو النهارده مبروك لجماهير الاهلي. ومعلش بقى احنا لنا نصيب في شويه حرق الاعصاب دول، بس هو برضو في الاخر مفرحنا برباعيه جميله. ويا رب التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الاهلي يعمل موسم استثنائي. اللي فات مات، احنا ضيعنا يعني بطولتين في اول الموسم. نتمنى اللي جاي يكون احسن ونعمل موسم استثنائي. ودعاء خاص المودست ربنا ينفخ في صورته، علشان بجد والله العظيم يعني عم عامر النهارده كان عامل تعليق جميل جدا على المباراه وفي حبه للمصريين، بس برضو كان
عمال يحفل على مودست، يعني طوب الارض يعني يحفل عليه. فنتمنى له التوفيق، وان شاء الله جاي، وان شاء الله باذنك يا رب الاهلي جاي، وان شاء الله بالمكافآت ديت هنجيب مهاجم ان شاء الله. بيقولوا صفقه مهاجم كده جايه في الطريق ان شاء الله، والاهلي الافضل ان شاء الله 2023 2024. مبروك للاهلي وجماهيره. حد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو شاركني على صفحه الفيسبوك او على قناتي على اليوتيوب، يشرفني وجودك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.